الحكيم ذكر في القرآن وفي سورة باسمه. عاش في زمن سيدنا داود واتعرف عنه انه حكيم. اتولد وعاش في بلاد النوبة، ووصاياه قصة من قصص القرآن اللي بتتكلم عن حكمته، والحكمة دي هدية من ربنا ليه، وبيعتبرها المسلمين من أعظم الحكم والمواعظ، لأن كلامه وحكمته كانت بتيجي في وقتها ومكانها الصح. وحسب كتب التفسير كان أول مملوك على سيده، لكن ربنا من عليه بالحكمة فبقى أحسن واحد عنده. بالظبط كده، هو لقمان الحكيم، واللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة. اشترك في القناة ويلا بينا. هو لقمان ابن يعور ابن أخت أيوب أو ابن خالته. يقال إنه من صعيد مصر أو السودان، ويقال إنه كان نجار على حسب ما قال خالد بن الربيع، أو كان خياط أو كان راعي. ويقال إن كان في راجل سمعه بيتكلم بالحكمة فقال له: مش أنت فلان الراعي؟ قال له: أيوه أنا. سأله: إزاي وصلت للي أنت وصلت له؟ رد عليه لقمان وقال: بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني والوفاء بالعهد. وكمان عاصر سيدنا داود وخد منه العلم، وربنا وهبه الحكمة من عنده. ويقال إنه عاش 1000 سنة، وإنه عاش 10 سنين من ملك سيدنا داود عليه السلام. لكن القرآن الكريم ما حددش العصر اللي عاش فيه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: إنه لقمان كان عبدا كثير التفكر، حسن الظن، كثير الصمت، أحب الله فأحبه الله، فمن عليه بالحكمة. نودي بالخلافة قبل سيدنا داود، فقيل له: يا لقمان، هل لك أن يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس بالحق؟ وبعد دهشة كده للحظة قالوا بكل هدوء وثقة: إن أجبرني ربي عز وجل قبلت، فإني أعلم أنه إن فعلت ذلك أعانني وعلمني وعصمني، وإن خيرني ربي قبلت العافية ولا أسأل البلاء. فالملائكة سألت بتعجب كده وقالت: ليه يا لقمان؟ ردوا بكل حكمة وقال لهم: لأن الحاكم بأشد المنازل وأكثرها، يخشاه الظلم من كل مكان، فيخذل أو يعان، فإن أصاب ينجو، وإن أخطأ طريق الجنة. ومن يكون في الدنيا ذليلا خير من أن يكون شريفا ضائعا، ومن يختار الدنيا على الآخرة فاتته الدنيا ولا يصير إلى ملك الآخرة. فالملائكة استعجبت من منطقه. بعدين نام، وأما صحي لقى نفسه بيتكلم بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان الكلام بيخرج من قلبه زي نهر من الحكمة كده. سيدنا لقمان كان عنده ولد، لكن اسمه مش مذكور في القرآن ولا السنة، لكن كتب أهل الكتاب ذكرت 3 أسماء لابنه، وهما ثاران ومشكم وأنعم. ويقال إن ابنه ومراته كانوا كافرين، وفضل لقمان يعظهم لحد ما أسلموا. لقمان كان راجل صالح حكيم وما كانش نبي، وده اللي اتفق عليه جمهور العلماء والمفسرين. ولكن قلة قليلة من المفسرين قالوا إن لقمان كان نبي، والله أعلم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا لقمان في القرآن في سورة باسمه، وهي سورة لقمان، وكمان أثنى عليه بأنه أتاه الحكمة والموعظة، وأن لقمان كان شاكر لله. وكمان ذكر الله في القرآن حكم ومواعظ لقمان لابنه. لقمان وصى ابنه بكذا حاجة، منها التوحيد والإخلاص لله، وبر الوالدين والإحسان ليهم، وكمان الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصائب والبلاء، وأمره بالتواضع والمروءة والحب، وحذره من الظلم والشرك بالله والتكبر والتفاخر بالنفس. وفي الآخر أمره بالاحترام وهدوء الصوت وقت الكلام، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وده اللي جه في القرآن بالتفصيل في سورة لقمان من الآية 13 للآية 19. لسيدنا لقمان الكثير من الحكم المأخوذة أو المقصورة عنه، منها في إحدى المواقف اللي اتحط فيها إنه كان مع سيده، وسيده دخل الحمام وطول فيه شوية كده، فلقمان قال له إن طول القعدة في الحمام بيتعب الكبد وبيجيب بواسير، والحرارة بترتفع في الدماغ، اقعد شوية وقوم. فسيده خرج وكتب حكمته على باب الحمام. وموقف تاني، لقمان كان عبد حبشي نجار، فمولاه قال له: اذبح لنا شاة، فذبحها.
قال له اخرج أطيب مضغتين فيها، حاجتين يعني، فأخرج اللسان والقلب. ومرة تانية قال له اذبح شاة وخرج أخبث مضغتين فيها، فبرضه أخرج اللسان والقلب. فمولاه قال له أمرتك إنك تخرج أطيب مضغتين فيها فخرجت اللسان والقلب، وأمرتك إنك تخرج أخبث مضغتين فخرجت اللسان والقلب. لقمان رد بكل حكمة وقال إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. لقمان يعتبر رمز للحكمة والفطنة، وبرغم حكمته ومعرفته الواسعة كان متواضع وما كانش بيتباهى بمعرفته، لكن كان دايما بيسعى عشان يتعلم أكتر وكمان يشارك معرفته مع الآخرين. كمان كان لقمان بيحترم الكل بغض النظر بقى عن ثقافتهم أو مكانتهم الاجتماعية، وكان بيعامل الجميع بكرامة واحترام، وكان بيحث على الصبر والثبات في مواجهة الصعوبات والعقبات، وعلمنا إن الصبر مفتاح النجاح والسعادة. وكان ممتن وبيحمد ربنا على اللي عنده، وبيشجع الآخرين على الشكر والتقدير، وإن الشكر بيجيب الرضا والرضا بيجيب السعادة. بس كده، دي كانت كل حاجة في حلقة النهاردة. لايك وكومنت وشير. سلام.